السلام عليكم. في الحلقة اللي فاتت بقينا نعرف نجمع أي رقم، مش رقمين بس، لأ، دي أرقام كبيرة كمان باستخدام الفول أدر. بس خلي بالك، الجمع ده جزء صغير جدا. طب هو الكمبيوتر بيعمل إيه تاني؟ بيعمل جمع وطرح ومقارنات وقرارات. هل بقى كل عملية من دول ليها دايرة لوحدها؟ ولا في حاجة بتجمع كل ده؟ في حاجة واحدة مسؤولة عن كل العمليات دي، اسمها ALU Arithmetic Logic Unit. طب دي عبارة عن إيه؟ دي عبارة عن مجموعة دواير متركبة جوه بعض. دوائر الجمع اللي عملناها مع بعضينا، ودوائر المقارنة، ودوائر منطق اللي هم الأند والأور والإكس أور زي ما شرحنا قبل كده. مش بس كده، ال ALU بتختار نعمل إيه حسب الأمر اللي جاي لها. تخيل معايا إن عندك صندوق جواه أدوات كتير، مرة هتستخدم الجمع، مرة المقارنة، مرة المنطق، بس اللي بيحدد ده هو الأمر نفسه. إحنا كده وصلنا لحاجة كبيرة جدا. مش بس بنحسب، لأ، إحنا بقينا كمان نقرر نحسب إزاي. لما تفتح آلة حاسبة وتضغط على زائد أو ناقص، أنت كده بتقول لل ALU تشتغل إزاي. يعني ببساطة كل العمليات الحسابية والمنطقية في الكمبيوتر بتحصل جوه ال ALU نفسه. بس استنى، مين اللي بيقول لل ALU تعمل إيه؟ ومين بينظم كل ده؟ هنا بقى هندخل على العقل الحقيقي لل CPU ونفهم إزاي كل حاجة بتشتغل. الحلقة الجاية هنعرف الكلام ده مع بعض. طول بالك معايا وما تنساش تعمل سبسكرايب.